السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى طبعا جايين في فيديو جديد خالص. غير بقى روتينات بقى الطبخ والفلوجات الخروجات والفسح والمناسبات والكلام ده كله. احنا النهاردة بقى هنغير الروتين بتاعنا النهاردة، وهنعمل مع بعض روتين، بس مش روتين في البيت، لا روتين عند الفراخ بتاعتنا. فاحنا طبعا النهاردة انا هطلع اكلهم، هحط لهم ميه واحط لهم اكل. فحبيت بقى اشارك معاكم زي ما وعدتكم ان انا هوريكم الفراخ بتاعتي. طبعا بقى عايزاكم تشجعوني عشان انا بقى لي فتره ما ربيتش. فطبعا عايزاكم تشجعوني النهارده ان انا كنت اكمل في التربيه ولا لا، وتنصحوني برضو وتكتبوا لي في الكومنتات مثلا ان انا اكمل او اربي، او التربيه مش حلوه او حلوه كده يعني. فالمهم النهارده حبيت اشارك معاكم عشان برضو اعمل لكم تشجيع انتوا كمان، ان انتوا تجيبوا فراخ وتربوا، وتجيبوا طيور برضو وتربوا، لان طبعا الطيور حلوه جدا في البيت وبتنفع قوي قوي الفتره دي. فانا حبيت بقى اشارك معاكم النهارده الفيديو ده. يلا بينا بقى نطلع بقى فوق ونشوف كده ايه الدنيا، ونشوف الفراخ بتاعتنا. وعايزين بقى تشجيع منكم ولايك حلو وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا. بصوا بقى، انا هنا حاطه كتاكيت بلدي. الكتاكيت دي حوالي هم عمري يعني مثلا قولوا كده معايا 8 ايام، يعني في حدود 8 ايام او 10 ايام بالظبط يعني. انا جايباهم بقالهم 8 ايام او 10 ايام. هم بادئين بقى ان هم يعني زي ما انتم شايفين كده ايه القريش بتاعهم ايه يبدأ يظهر اهو. وعندي كام بطة بلدي كده صغيرة، كنت شارياهم برضو. قلت احط بقى دول مع دول في الوقت اللي هم صغيرين مع بعض، وبعد كده ابقى اعزل دول عن دول، لان هم في فترة الحضانة دلوقتي. فاحنا بنبقى حاطينهم في مكان صغير. زي ما انتم شايفين بقى، دي عندي عشة صغيرة كده ببقى عاملاها لفترة التحضير، بتبقى حلوة قوي في فترة التحضير. بتبقى دافع عليهم وبتبقى مهيئة ليهم يعني بالظبط، بتبقى كويسة يعني الجو بتاعها مناسب لهم جدا. وحاطه لهم برضو لمبة اهي. اللمبة دي شغالة على طول ما بنطفيهاش، لان طبعا طول ما النور قايد هما بياكلوا ويشربوا وكده ويجروا يعني وكده. انما تو ما النور بيطفي طبعا كلهم بيكببوا على بعض كده ويتكوموا على بعض. فاحنا دايما بيبقى سايبين لهم النور قايد. بس هما بقى طبعا عشان خايفين دلوقتي فكلهم ايه في مكان واحد اهو. طبعا لسه هحط لهم اكل وميه لان انا لسه طالعه لهم اهو. هنا السقايات، هما طبعا عشان بينكشوا زي ما انتم شايفين كده بيجيبوا النشاره على السقايات. هي السقايات عامه فاضيه هنا مفيهاش ميه. هنا السقايه التانية هنا طبعا بحط لهم حجره وكده في السقايه عشان ما يغرقوش في الميه. يعني اهم حاجه خلي بالكم لما تكونوا حاطين لهم ميه تبقوا حاطين لهم فيها طوب كده او زلط صغير، بحيث ان هما ما يغرقوش في الميه، لان الميه طبعا دي اكبر ضرر ليهم. لو هما غرقوا ما بتبقاش حلوه ليهم يعني. فطبعا احنا نغير لهم بقى الميه بتاعتهم، ونحط لهم علف برضو نضيف، ونظبط لهم الدنيا كده. خليكم معايا. بصوا بقى، انا هنا خدت السقايات بتاعتي دي، غسلتها غسله كويسه ومليتها ميه، وغسلت برضو بصوا الزلط اللي انا حاطاه ده. الزلط ده مهم جدا في المكان ده، يعني هما السقايات صغيره برضو بس لازم بتحطي الزلط ده عشان من الفراخ ما تغرقش في الميه، لان هما كتاكيت صغيره فهيغرقوا في الميه. يعني المستحب ان انت تحطي ايه حاجات زي كده اهي. دي طبعا انا لسه مزوداها النهارده، يعني امبارح كنت انا مزودها لهم اول يوم بقى معانا. فدي عشان هي خاطر ان هم دول الصغيرين دول ما كانوش بيقضوا، فانا بدات ايه اكبر لهم واحده شويه اهي. بقيت ازودها يعني مع السقايتين الصغيرين، لان طبعا الجو حر وبيشربوا ميه كتير. فانا زودت لهم واحده كمان. طبعا لما بيكبروا شويه عن كده احنا بنكبر السقايات برضو. وحطيت بقى هنا برضو العلف. العلف ده ناعم مرحله اولى، طبعا لازم بنحط لهم مرحله اولى في الاول لحد ما يبداوا بقى يكبروا شويه بشويه كده بنزود لهم بقى المرحله التانية. هحطهم بقى ايه في العشه كده، ننزل لهم الاكل في قلب العشه. احط لهم بقى الميه. حطيت كده السقايه التانية اهي. هما طبعا عشان خايفين بقى فبيروحوا على بعض كده. هحط لهم بقى السقايه الكبيره شويه. حطيت بقى كده السقايه هي كبيره شويه
كده بقى احنا حطينا لهم الميه وحطينا لهم الاكل وظبطناهم كده تمام. هنقفل عليهم بقى عشان هما طبعا طول ما هما خايفين كده فمش هيرضوا ياكلوا قدامي يعني. فهنقفل عليهم بقى ونشوف بقيه الفراخ بتاعتنا. معايا بقى هنا الفراخ الساسو. الفراخ الساسو دي هما مش كتير لان انا كنت جايبه اصلا 15، بس كان مات منهم 3 فراخ وهم صغيرين يعني. كان الجو قام هوا كده ودخل عليهم هوا وكده فماتوا يعني 3 منهم، فدول 12. انا طبعا كنت بقالي فتره زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان انا ما كنت بطلت تربيه بسبب غلو بقى الاعلاف وغلو الحاجه. فانا لقيت مفيش فايده يعني مش هينفع ان انا مربي. فطبعا بقى كان لازم ان انا اربي وكده لان لقيت بقى اللحمه غاليه والفراخ كانت غاليه برضو. فطبعا لما بيكون عندك الحاجه في البيت بتوفر عليك كتير يعني. ما بتزنقيش نفسك بقى ان انت مثلا في وقت معين مثلا عايزه تجيبي فرخه او تجيبي كيلو لحمه. طيب افرضي انت ما معكيش مثلا فلوس في الوقت ده، ففي الحاله دي بقى لما بيكون عندك حاجه مربياها فطبعا بتنفع وتسد معاكي بقى لو جالك ضيف عايز تعملي لاولادك، بتنفع في اي وقت بصراحه. وفي نفس الوقت انت اصلا لما بتجيبي الفراخ دي بتجيبيها يعني ايه مصاريفها بتروح عليكي ايه قطعي كده ما بتحسيش بيها يعني. بتروح مصاريف كده بسيطه ما بتحسيش بيها يعني، مش كله في وقت واحد. فطبعا ده حاجة أساسية يعني. لو عندك مكان أنا بنصحك إن أنت تجيبي مثلا فراخ. الفراخ عامة ما بتاخدش وقت طويل في التربية يعني. الفراخ البيضة بتاع 40 يوم وساعات على 35 يوم برضو بتتذبح. فبتبقى حلوة بصراحة. فأنت لو عندك مكان يعني تشجعي بقى وجيبي وربي. حتى لو هتجيبي حتى 10، ال10 حلوين قوي مش وحشين. وفي نفس الوقت تقدري تجيبيهم وتقدري تجيبي لهم برضو أكل وتقدري تصرفي عليهم وينفعوكي بعد كده. فان شاء الله كده كلكم تتشجعوا بقى وتجيبوا شويه فراخ حلوين كده تربوهم، وفي نفس الوقت بقى هينفعوكي في الايام اللي جايه. هنبدا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هبدا بقى ان انا احط لهم علف واحط لهم ميه، اغير لهم بقى هغسل لهم السقايه واجيب لهم علف. بصوا بقى انا حطيت لهم الميه وحطيت لهم العلف وظبطتهم بقى كده. نقفل بقى على دول ونشوف الفراخ البيضه بتاعتنا. بصوا بقى انا معايا العيش ده اللي هو العيش القمح بتاع الطابونه. احنا طبعا بنيجي في فتره كده لما الفراخ بتكبر يعني. الفراخ البيضه دلوقتي عندي بقالها حوالي شهر، فطبعا مش هنفضل ناكلها علف لحد ما تكبر يعني. لا احنا بنيجي في فتره كده مثلا لما تتم شهر بنبدا بقى ان احنا نخلط لها، نعمل لها العيش ده. بنفرك العيش ده بيبقى عيش بايت ما بيبقاش صابح، بيبقى تاني يوم يعني. احنا بنجيب العيش ونسيبه لتاني يوم بيكون بقى ايه نعرف ان احنا ايه نفركه كده. ونضيف عليه برضو نسبة علف. العلف طبعا مع العيش بيديها طعم حلو. بعد كده ما بنيجي بقى ناكلها بعد كده بتحس ان هو طعمها حلو، ما بتبقاش علف بس. وفي الايام بقى الاخيره خالص بنبدا نضيف عليهم برضو دشيشه او ذره اصفر، بيديها برضو طعم حلو جدا للفراخ. انما لو علف بس كده ما بتبقاش طعمها اللي هو يعني. فاحنا بنحب بقى في الفتره الاخيره كده نخلط بقى عيش على علف على ذره على دشيشه، بتبقى طعمها جميل جدا. وفي نفس الوقت بتوفر برضو العلف عشان ما نجيبش الكمية كلها علف ونصرف كتير وكده. لا احنا بنخلط طبعا العيش اللي بيفيض مننا، بنمسكه نفركه ونحط بقى ايه اضافات عليه بقى زي العلف، زي الذرة زي الدشيشة. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الفراخ بتاعتنا ونحط لها بقى الاكل والمية. بصوا بقى انا جيت هنا عند الفراخ البيضة. الفراخ البيضة زي ما انتم شايفينها كده. بصراحة انا يعني بصوا المكان ده اصلا في البلكونة يعني. المكان ده في البلكونة انا مقفلة برضو البلكونة يعني. بصوا مستغلية بقى من فوق كده، عاملاها يعني عاملاها زي عشة برضو طويلة بتنفعني في الوقت ده. بصوا هي انا معايا الفراخ برضو البيضة دي عمرها حوالي شهر برضو. هي لسه طبعا يعني ايه ما كبرتش اول الدرجة يعني. لسه قدامها بتاع 10 ايام وتبقى حلوة قوي. انا ما كنتش برضو مكتره يعني. انا كنت جايبه برضو 15. قلت عشان اقدر ان انا برضو اجيب لهم العلف واكلهم وكده. كنت جايبه برضو مع الساسو يعني. قلت بقى تشكيله يعني مثلا 15 ساسو 15 ابيض، تشكيله كده. وفي نفس الوقت جبت برضو الفراخ البلد الصغيره
طبعا احنا بنجيبها عشان تبيض وكده، بتنفعنا برضو بعد كده في البيض. لان انا بقالي فتره برضو ما كانش عندي فراخ بياضه، يعني الفراخ اللي عندي حوالي 10 فراخ بلدي بيبيضوا، يعني هما ما بيبيضوش كتير قوي برضو، بس يعني بينفعونا بصراحه يعني. فطبعا الفراخ البيضه زي ما انتم شايفينها كده. لسه بقى احط لهم بقى ميه، لان السقايه فاضيه اهي. وهنا برضو العلف. انا طبعا كنت حاطاهم في علافه تانية من المدوره، بس بدات ان انا لما عملت بقى العيش بقيت افرك لهم العيش وخلط لهم، فبدات بقى اجيب لهم العلافه الطويله دي، بتبقى سهله عليهم بقى في الاكل وكده. زي ما انتم شايفين يعني ايه. عايزاكم بقى تتشجعوا كده وتجيبوا فراخ بيضه، او تجيبي برضو تشكيله، يعني مثلا ممكن تجيبوا 10 فراخ بيضه و10 بلدي او 10 ساسو. تبقى في نفس الوقت حلوه بقى وتشكيله، وهتروح عليك المصاريف مش هتحسي بيها خالص، وهتنفعك بعد كده. يلا بقى نحط اكل برضو ميه للفراخ البيضه دي. انا حطيت لهم بقى العلف على العيش اللي انا فركه زي ما قلت لكم. هقلب بقى العيش على العلف تقليبه حلوه كده اهو، وهفضيه بقى في العلافه. هسيب بقى الشويه دول احطهم برضو للفراخ الكبيره عشان تساعدها ان هي برضو ايه تبيض. انا ما بكترش طبعا لان العيش مش مستحب للفراخ البياضه عشان ما يعملهمش دهون وكده، فانا بحط لهم حاجات بسيطه، وبحط برضو بحط قمح مثلا، بحط ذره، الحاجه المتوفره عندي يعني. انا كده بقى خلاص حطيت لهم ميه وحطيت لهم الاكل اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجه بس ان انتوا تحافظوا على الفراخ البيضاء، لان الفراخ البيضاء حساسه جدا، مش عايزه اي اهمال، لان طبعا الاهمال ما بيبقاش في صالحنا يعني، لان الفراخ دي حساسه جدا قوي قوي لدرجه الحراره، سواء بقى عاليه او سواء مثلا درجه منخفضه، بتاثر معاهم جامد. فاحنا نحاول نحافظ عليهم على قد ما نقدر، عشان برضو الجو حر اللي من دول نبقى مظبطين درجه الحراره. بالنسبه لللمبه بقى طبعا نعيدها على طول، عشان برضو ايه في الضلمه ما بيعرفوش ياكلوا. بس احنا كنا حاطينها بقى الاول لمبه حمراء، فبدا بقى لما الجو حرر ايه حطيناها اللمبه البيضاء دي، بحيث ان هي تبقى اضاءه بس ما تكونش حر عليهم. طبعا دي بقى الفراخ البلدي. الفراخ البلدي برضو زي ما قلت لكم مش كتير، بس بصراحه يعني غنيانه عن اي حاجه يعني. البيض اللي بيجي منهم يعني هم بيبيضوا مثلا، مش كلهم طبعا بيبيضوا، بس بصراحه البيض بتاعهم بينفعني يعني. نحط لهم بقى شويه قمح برضو. حطيت لهم بقى القمح، وحطيت لهم هنا بقى برضو العيش مع العلف اهو. بصوا هنا انا حاطه لهم هنا جير، اللي هو الجير الابيض ده. الجير الابيض ده طبعا عشان هم جم في فتره كده كانوا بياكلوا البيض، فاحنا بنحط لهم جير عشان الكالسيوم بس يبقى عندهم كويس، ما ياكلوش البيض وكده. فاحنا بقى عاملين لهم مكان هنا برضو ايه للبيض. نروح شوف كده بايضين ايه النهارده، ان شاء الله وشكم يبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله وشكم حلو بصراحه النهارده اهو. لقينا بيض الحمد لله. هجيب بقى حاجه احط فيها البيض. ابدا بقى اشيل البيض من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يعني البيض البلدي ما شاء الله يعني ما فيش احسن منه طبعا يعني. وفي نفس الوقت لما يكون حاجه انت مربياها عندك وضامنه بقى البيضه بتاعتها اهي ما شاء الله اهو. البيض بتاعنا البلدي الجميل ده اهو.
عايزاكي بقى تتشجعي كده وتروحي تشتري شويه فراخ بلدي. طبعا لما بتجيبيها كتاكيت صغيره بتبقى افضل، بتربيها بقى من اول المرحله الاولى. طبعا بتكبر واحده واحده. هي في الفتره الاولانيه ما بتاكلش طبعا كتير لان هي بتبقى صغيره. فممكن لو جبت الفراخ وجبت معاهم 5 كيلو علف ما شاء الله يقضون فتره برضو طويله لحد ما يعني قرب الحضانه ما تخلص كده بتاعتهم. وبعد كده بقى ايه بياكلوا بقى اي اكل من بواقي البيت بقى، اكل اللي بيبقى فاض منك في البيت وكده ايه. فبينفع معاكي بعد كده في الفراخ البلدي. فيلا بقى انت وهي قوموا تشجعوا كده. ولو عندك مكان ما تتاخريش ولا ثانيه واحده ان انت تجيبي فراخ وتربيها، لان طبعا ده خير في البيت اهو. فبصراحه انا حبيت ان انا اشارك معاكم النهارده اليوم بتاعنا عند الطيور بتاعتنا كده البسيطه دي، عشان برضه اشجعكم ان انتوا تجيبوا شويه فراخ حلوين كده في البيت تربوهم، ونعمل كده مع بعض روتين كده بسيط وخفيف. فاتمنى بقى ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش طبعا بقى اللايك والشير، واحلى كومنت منكم كده تشجيعي وكلمه حلوه منكم كده. وشكرا لكم جميعا، وشكرا على اي حد دخل لي، واي حد عمل لي متابعه، واي حد عمل لي اشتراك في القناه، واي حد كتب لي كومنت حلو. شكرا لكم كلكم، واشوفكم على خير كده، واشوفكم في احسن حال يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، ومع الف سلامه.